ايه اللي يكسبني فلوس اكتر؟ فكره بيزنس جديده فتنجح عشان ما اتعملتش، ولا قلت فكره موجوده وناجحه؟ ادرس الواقع قبل التمرد عليه، بمعنى ان انت قبل ما تفكر اوت اوف ذا بوكس فكر البوكس نفسه كان جواه ايه. لان البيزنس بيتاسس عشان يسد فجوه او جاب كانت موجوده عند المنافسين بتوعك. بمعنى ان المنافس يكون على سبيل المثال سرعه الدليفري عنده بطيئه، فلما تعمل دليفري سريع في البراند بتاعك تقدر تتغلب عليه. او مثلا يكونوا مش بيقدموا ضمان على البرودكتس بتاعتهم، او حتى مش بيقسطوا للجمهور بتاعهم، لما انت تعمل ده هتسبقهم، وهكذا. يعني ببساطه لو قلدت بيزنس اوريدي موجود فلازم يكون عندك ميزه تنافسيه تاخد الجمهور اللويال بتاعه لعندك انت. طيب لو درست الواقع ولقيت ان مفيش ميزه تنافسيه او حتى جاب تقدر انت تسدها، هنا تقدر تتمرد على الواقع وتعمل فكره جديده محدش عملها قبلك. الافكار الكرييتيف تقدر تكسبك كتير جدا جدا وفي وقت قليل وبتتسمى باسمك، بس هل الكالتشر بتاع بلدك بتكون مستوعبه اصلا فكره البيزنس الجديده؟ يعني اوبر اول ما دخلت مصر على سبيل المثال عملت تو رايدز فور فري عشان تجبرك انك تجرب الرحله، وبالتالي تتعرض للسيرفيس وتبقى لويال ليها. فانت لو فكرتك فعلا تستاهل دوس وجرب، وما تنساش تعزمنا على الافتتاح.